في يوم الصبح بدري المهندس جيسون بيكون واقف بيصطاد عند الرصيف، وبعد أيام طويلة من غير ما يصطاد أي حاجة أخيرا بيقدر يمسك سمكة، لكن بيكتشف إنها صغيرة جدا فبيرجعها تاني للمية. وفجأة جيسون بيشوف عاصفة جاية فبيقرر يرجع البيت، وفي الضواحي المطر بدأ ينزل فعلا وكل الجيران تقريبا بيجروا علشان يلحقوا يرجعوا بيوتهم. لما جيسون بيوصل قدام بيته بيحاول يفتح الباب الجراج لكنه مش شغال، وما بيبقاش قدامه أي اختيار غير إنه يسيب العربية بره. أول ما بيدخل جيسون بيسلم على كلبه العجوز كاسيدي، وبعدها بيلاحظ ان كل الجوابات اللي وصلت عبارة عن خطابات من محصلي الديون، وده بيكشف انه حاليا عاطل عن العمل. بعد كده بيجيب دوناتس لمراته اني، والاولاد بينضموا ليهم على طول. العيلة بتحاول تلعب على التابلت وهم بيفطروا لكن الانترنت مش شغال. جيسون بيلوم حالة البيت المتهالكة، وساعتها اني بتوريه ايميل من واحد متخصص في الاصلاحات كان شاف الصور اللي هي بعتتها له، ووصل لاستنتاج ان اساس البيت بيغرق لتحت، والمشكلة الاكبر ان الحاجة الوحيدة اللي لسه ماسكة المبنى مع بعضه هي المدخنة. بعد الفطار العيلة بتبدأ تستعد علشان تروح تجيب شجرة الكريسماس، لكن أول ما بيحاولوا يفتحوا الباب الرئيسي بيكتشف إن هما مش قادرين حتى يحركوه. جيسون بيجرب الباب الخلفي لكنه برضه مش بيفتح، ومع زيادة اليأس العيلة كلها بتبدأ تحاول تفتح كل الشبابيك والأبواب لكن من غير أي فايدة. الوالدين بيحاولوا يطلبوا المساعدة لكن مفيش إنترنت ومفيش حتى إشارة موبايل، وفي نفس الوقت كاسيدي مش راضي يبطل نباح. جيسون بيرمي نفسه بكل قوته على الباب لكن برضه مفيش أي نتيجة، فبيبدأ يخبط في الشبابيك وفعلا بيقدر يعمل فيها شروخ، لكن الغريب ان ولا شباك فيهم بيتكسر. ولما بيبصوا بره بيشوفوا جيرانهم بيحاولوا يلفتوا انتباههم باستخدام مراية، وساعتها بيفهموا ان مش هم لوحدهم اللي محبوسين، في عائلات تانية كمان محاصرة جوه بيوتها. وفي اللحظة دي بيشوفوا سوزان وهي بتجري في الشارع، بيحاولوا يلفتوا نظرها لكنها مش سامعاهم، ولما بتوصل لبيتها بتكتشف انها مش قادرة تدخل وان جوزها محبوس جوه، فبتقرر فورا انها تسيب المكان وتروح تدور على مساعدة. ومع مرور الساعات العيلة بتحاول تشغل نفسها بأي حاجة. جيسون بيستخدم ادوات مختلفة على باب الجراج لكنه لسه رافض يتحرك، وبيبداوا يتكلموا عن الجيران وبيفتكروا ان واحد منهم عنده قارب. وفي بيت تاني زوجين بيكتبوا على مراية انهم محبوسين بعد مجرد ليلة واحدة قضوها مع بعض. وفي الوقت نفسه عيلة ريتشاردسون بتبدأ تتواصل معاهم باستخدام سبورة، وجيسون بيرد عليهم باستخدام السبورة الخضراء بتاعت ابنه. عيلة ريتشاردسون بتعتقد ان الحكومة هي اللي عملت كده علشان تحميهم، وفي نفس الوقت صاحب القارب عنده نظرية مختلفة وبيعتقد ان اللي بيحصل ليه علاقة بالكائنات الفضائية. والكل بيبدأ يتساءل يا ترى اللي حصل ده مقتصر على مدينتهم بس ولا العالم كله اتأثر. في الليلة دي جيسون بيحط روز في السرير، وساعتها هي بتقول نظريتها المطر هو السبب لأن شكله مختلف. بعدها جيسون بيروح اوضته واني بتعترف له انها على وشك الانهيار العصبي. جيسون بيطمنها وبيقول لها ان هم هيبقوا كويسين، وبعدها بيكشف لها انه مخبي مسدس في الدولاب. اني بتتفاجئ جدا وبتتعصب خصوصا ان عمره ما قال لها عنه قبل كده، لكنها في نفس الوقت بتسأله ازاي تستخدمه. وبدل ما جيسون ينام بيفضل ساعات واقف قدام المراية وبيحاول يفتح باب الجراج باستخدام الريموت، لكن الريموت مش بيفتح الجراج وبدل كده بيفتح شنطة العربية بس. بعدها جيسون بيبدأ يحفر ثقوب في الباب الأمامي، وفجأة بيتصدم لما بيكتشف إن قطرات الماء بتتحرك بطريقة غريبة علشان تغطي الثقوب اللي عملها. ولما اني بتروح تشوف هو بيعمل ايه بتلاقي إنه عمل ثقوب في الحيطة والأرض كمان، لكن النتيجة دايما واحدة، حاجز من المية بيمنعه من اختراق البيت. ورغم إن الهواء لسه بيدخل في فتحات التهوية جيسون بيبدأ يقتنع إن اللي بيحصل مش من صنع البشر، وبيسمع أصوات غريبة طالعة من المدخنة، لكن لما بيبص جواها مش بيلاقي أي حاجة. تاني يوم الصبح المطر لسه مستمر والبيت لسه مقفول عليهم بالكامل. العيلة بتقعد تتناقش في إزاي هيتصرفوا من هنا ورايح. الأولاد عندهم ألعاب كتير لكن الوالدين عندهم بس شوية اسطوانات قديمة واتنين DVD، وبيطلبوا من الأولاد يفضلوا يعملوا واجباتهم وكمان يستحموا كل يوم. وفي نفس الوقت هيبدأوا يرشدوا في استخدام الأكل علشان يكفي معاهم حوالي شهرين، ولازم كمان ياخدوا بالهم من الكهرباء والغاز والمية لأن الحاجات دي كلها ممكن ما تكملش معاهم لفترة طويلة. كاسيدي بيفضل يخربش في الباب لأنه عايز يقضي حاجته بره، فجيسون بيضطر يعلمه يعملها جوه البيت. وفي اليوم الرابع جيسون بيحاول يخلي أولاده يمثلوا إنهم في المدرسة لكن واضح إنهم مش عندهم أي نفس للموضوع، فبيقرر بدل كده يعلمهم حاجة مفيدة للبقاء، إزاي ينظفوا ويشرحوا السمكة. وبما إن مفيش سمك بيستخدموا عرايس بدل السمك. الأولاد بيستمتعوا جدا وبيتفاجئوا كمان لما بيعرفوا إن جيسون كان عنده قارب خاص بيه زمان لكنه اضطر يبيعه وقت ما اتولدوا. وبعد الظهر جيسون وعيلة ريتشاردسون بيتفقوا ان هم يبداوا لعبة اسمها تليفون السبورة علشان يعرفوا لحد فين الكارثة دي انتشرت. وفي اليوم السابع النور بيبدأ يقطع وبيعمل وميض. جيسون بيحفظ كل بذور الخضار وبقايا الاكل على امل انه يقدر يبدأ يزرع نباتات، ومن خلال جيسون وريتشاردسون بيعرف ان 5 بلوكات من المنطقة متأثرة باللي حصل، وبيفضلوا يتكلموا شوية باستخدام السبورات. لكن للأسف
عيلة ريتشاردسون ما بقاش عندها أي أكل، وجيسون ما عندوش أي وسيلة يقدر يساعدهم بيها. في اليوم ال 14 روز بتفضل ترسم رسومات عن العاصفة. الرسومات بتظهر كائنات غريبة تحت المطر ووشوش باينة جوه قطرات المية. وفجأة روز بتلاحظ ظل غريب في آخر الشارع، لكن انتباهها بيتشتت لما بتلاحظ قطرات المطر وهي بتتحرك على الشباك، وبتبدأ حتى تتبع طرف قلمها. ولما بتبص للشارع التاني الظل بيكون اختفى. ومع مرور الأيام العيلة بتحاول تفضل مشغولة بأي نشاط ممكن، بيرقصوا وبيتمرنوا وبيتفرجوا على أفلام وبيجروا حوالين البيت وبيلعبوا كوتشينة وبيقروا، والزرع بتاع إن بينمو بشكل كويس. وجيسون بيقرر يحرق كل خطابات الديون اللي كانت بتوصل له. أما بالنسبة لزينة العيد فبيستخدموا شوية حاجات عشوائية موجودة في البيت علشان يعملوا شجرة بشكل بدائي. وفي اليوم ال30 روز بتبص من الشباك وبتقول إن رين ووكر رجع، لأنها بتقول إنه دايما بيظهر لما المطر ينزل. أخوها جراهام مش بيصدقها، لكن لما بيبص هو كمان بره بيشوف ظل موجود في الشارع، فبيخاف وبيقول لنفسه إن أكيد ده مجرد حيوان. وأثناء العشاء الأولاد بيشتكوا لأنهم زهقوا من أكل نفس الحاجة كل يوم. روز بتقول إنها شافت كائن لطيف بره وبتعتقد إنه كان بيحاول يتواصل معاها، لكن والديها بيلوموا خيالها وبيعتبروا إنه كل ده مجرد أوهام. ولما روز بتتضايق جيسون بيفقد أعصابه بالغلط، وبعدها بيحاول يصلح الجو وبيفرح العيلة باستخدام شوية كوكيز، لكن للأسف طعمها مش حلو لأن ما عندهمش سكر. بعد ما الأولاد بيروحوا يناموا الوالدين بيقرروا يدخنوا شوية قبل ما يتفرجوا على نفس الفيلم للمرة التانية، لكن أني بتكون زهقت من الفيلم فبيقرروا بدل كده يناموا جنب باب الحديقة ويبصوا للنجوم. وفجأة بيتفاجئوا بحاجة غريبة، ذئب بيجري جوه الحديقة بتاعتهم. تاني يوم الصبح العيلة بتبدأ توزع هدايا كريسماس على بعض. الهدايا عبارة عن حاجات بسيطة لقوها جوه البيت، لكنها مع كده بتساعدهم يحافظوا على روح العيد. ولما روس بتبص من الشباك بتشوف ميسيس ريتشاردسون وهي بتقع على الأرض. جيسون بياخد الأولاد بعيد عن الشباك فورا، وفي نفس الوقت بيشوفوا مستر ريتشاردسون وهو بيجري ناحية مراته، ولما بيوصل لها بيكتشف إنها ماتت. بعد الظهر جيسون بيدي كاسيدي آخر جرعة من الدواء اللي عنده، وفي نص الليل روس بتصحى وبتروح غرفة المعيشة علشان تجيب ألعابها، لكن مش بتلاحظ حاجة بتجري بسرعة قدام الشباك. وفجأة بتسمع صوت فبتفتح الستارة وبتشوف سوزان وهدومها ووشها عليهم دم، وهي بتطلب المساعدة بيأس وفي إيديها سكينة. روس بتصرخ من الخوف والصوت بيصحي العيلة كلها. سوزان بتبدأ تخبط بعنف على الباب والشبابيك ولسه بتحاول تدخل، وفضلت تقرر إن كل الناس ماتوا، وبتقول للعيلة ما تخلوهمش يشوفوكم، وبتأكد ليهم إن هم موجودين هنا وإن مفيش أي مساعدة جاية. وفجأة حاجة بتظهر من الظلال وبتمسك سوزان وبتسحبها بعيد وهي بتصرخ. وفي اللحظة دي العيلة بتلاحظ كائنات مختلفة وهي ماشية في الشارع، وبعدها ومضة نور قوية جدا بتغطي المكان كله. ولما النور بيختفي أخيرا سوزان والكائنات بيكونوا اختفوا. بعد ما بيقفلوا الستاير جيسون بيبص على رسومات روس، والبنت بتقسم إن الكائن اللي شافته كان شكله طيب، لكن جيسون بيقول لها إن الكائنات دي مش ودودة. ومن اللحظة دي ممنوع أي حد في العيلة يقرب من الشبابيك. وفي الليلة دي العيلة كلها بتنام مع بعض. وبعد فترة جيسون بيبص بره وبيتدمر من اللي بيشوفه. مستر ريتشاردسون هو كمان مات، وفي بيت من البيوت حد حاطط لافتة بيقول فيها إن الدواء خلص. أما الزوجين اللي كانوا قضوا ليلة واحدة مع بعض فبيفضلوا يتخانقوا باستمرار. وفي الوقت نفسه الأولاد بيتمرنوا. جراهام بيكتفي بالجري، لكن روز بتتعلق في السقف وبتتمرن على الاريال سيلك. وفجأة غطا المدخنة بيقع. روز بتتطوع إنها تطلع وتشوف إذا كان في أي طريق للخروج. العيلة كلها بتمسك القماش بإحكام، وفي نفس الوقت روز بتبدأ تطلع لفوق والحيطان حواليها بتفضل تتشقق. ولما بتوصل لأعلى نقطة بتكتشف إن المواسير منعاها من إنها تعدي بالكامل، لكن على الأقل بتقدر تطلع إيديها من فتحة المدخنة، وده معناه إن المدخنة نفسها مش مقفولة بالحاجز. بعد ما روز بتنزل بأمان العيلة بتسمع كاسيدي بيعيط، وساعتها بيفهموا إنه بيتألم لأن الدواء بتاعه خلص. أني بتاخد الأولاد علشان يتفرجوا على فيلم، وبتعلي صوت التلفزيون جدا علشان ما يسمعوش جيسون وهو بيضرب كاسيدي بالمسدس في الجراج علشان ينهي معاناته. بعد كده جيسون عايز يحرق جثته في المدخنة، لكن في النهاية بيقرر يحتفظ بالجثة في الفريزر تحسبا لو الأمور ساءت جدا واضطروا ياكلوا اللحمة. في البداية بيقطع الجثة كلها وبعدها بيحط اللحم نفسه في الفريزر، أما كل الأعضاء فبيحطها في كيس. جيسون بيكون على وشك يرمي الكيس في الزبالة، لكن لما بيشوف الذئب في الحديقة بيغير رأيه وبيقرر يرمي الكيس من المدخنة. الذئب بيقرب منه فورا، لكن قبل ما يقدر ياكل المطر بيبدأ ينزل فالذئب بيهرب. ومع استمرار مرور الأسابيع العيلة بتبدأ تقفل كل الستاير بمجرد ما المطر بينزل، وبيبعدوا تماما عن الشبابيك. وفي يوم من الأيام روز بتفتكر إنها نسيت خطتها على حافة الشباك فبتجري علشان تجيبها، لكن ده بيخلي الكائن يبدأ يخبط بعنف على الإزاز. العيلة كلها بتقف مكانها من الخوف وهم سامعين زئير الوحش، ولحسن الحظ الكائن بيمشي بعيد. بعد مرور 3 شهور وميد النور بيكون أسوأ والأكل عند العيلة بيقرب يخلص. روز بتبدأ تعيط لأنها جعانة. أني بتزعق لها وبتمنعها من إنها توصل للتلاجة. جيسون بيقول لمراته تسيبها تشوف. أني بتبعد وروز بتفتح التلاجة
التلاجة، لكنها بتكتشف انها فاضية، وبعدها بتفتح الدواليب وبتلاقيها فاضية هي كمان. روز بتقفل باب التلاجة بعنف وبتخرج وهي متضايقة. كل الضغط ده بيبدأ أخيرا يأثر على آني، وفجأة بتقع على الأرض. جراهام بيجري ناحية أوضته وهو بيصرخ، وروز بتفضل تعيط على سريرها. جيسون بيحاول يطمنهم وبيقول لهم إن هم هيعيشوا، لكن في الحقيقة هو نفسه بيفكر إن هم ممكن يضطروا يشوفوا أولادهم وهم بيموتوا. وفي اللحظة دي جراهام بيرجع ومعاه سمكته الأليفة اللي هو فتح بطنها وجهزها علشان تتاكل. روز كمان بتنضم ليهم، والتلاتة بيحضنوا بعض علشان يواسوا بعض. وفجأة صوت من بره بيخلي جيسون يبص، وبيكتشف إن الذئب أخيرا أكل أعضاء الكلب. والمنظر ده بيدي جيسون فكرة. بيبدأ يعمل فخ باستخدام شوية حاجات عشوائية زي لوح تزلج، وبيحط قطعة من لحم الكلب عليه، وبعدين بيبعت الفخ بره من خلال المدخنة. ثعلب بيظهر وبيمسك قطعة اللحمة، لكن الفخ بيتفاعل بعد ما الثعلب بيكون مشي. جيسون بيعمل شوية تعديلات على الفخ، وفي المرة اللي بعدها الفخ بينجح فعلا وبيمسك الثعلب، لكن لما بيحاولوا يسحبوه لجوه وزن الثعلب بيكسر السلك والثعلب بيهرب. بعدها جيسون بيستخدم قطعة من العربية علشان يعمل قفص صغير، والمرة دي الطعم بيكون خضار. سنجاب بيدخل القفص بسرعة، وبسبب وزنه الخفيف العيلة بتقدر تسحبه من خلال المدخنة، وبكده بيبقى عندهم لحمة سنجاب يقدروا ياكلوها. بعد كده جيسون بيشيل ألواح الأرضية من غرفة المعيشة علشان يوصلوا للتربة، وبكده بيبدأوا يعملوا حديقة جوه البيت. ومع استمرار مرور الشهور العيلة بتقدر تعيش بفضل إن جيسون بيصطاد أنواع مختلفة من الحيوانات الصغيرة زي الطيور والأرانب. وفي واحدة من الليالي الكهرباء أخيرا بتقطع عن الحي كله، ومن اللحظة دي بيعيشوا في الليل على ضوء الشموع. وفي النهاية 5 سنين كاملة بتعدي، الأولاد بيبقوا مراهقين دلوقتي وكل الجيران بيكونوا ماتوا. جراهام بقى عازف بيانو محترف، والحديقة بقت مسيطرة على معظم غرفة المعيشة، وجهاز تنقية بينظف مية المطر. وجيسون طور الفخاخ لدرجة إنها بقت أوتوماتيكية، والنباتات انتشرت في كل أنحاء المنطقة، وكمان حيوانات برية كتير بقت بتتحرك في الشوارع. وفي يوم من الأيام أني بتلاحظ إن البيت بقى بيقع أسرع من الأول، فبتفترض إن الحاجز اللي كان حابسهم جوه البيت هو نفسه اللي كان محافظ على البيت متماسك، وده معناه إن البيت ممكن يغرق في الأرض قريب. جيسون بينادي العيلة كلها على الجراج وبيوريهم إن أخيرا صلح العربية. جراهام بيقول له إن ده تضييع للوقت. جيسون بيتعصب عليه فورا وبيشرح له ان هم محتاجين مشاريع يشغلوا نفسهم بيها علشان يفضلوا محافظين على سلامتهم العقلية، وكمان محتاجين الادوات جاهزة علشان لما المطر يقف اخيرا يكونوا مستعدين يخرجوا. جراهام بيمشي وهو متضايق، وجيسون بيقول ان تصرفات الاولاد بقت اسوأ لانهم اصلا ما عاشوش طفولة طبيعية. واني بتقول لجيسون انه لازم يكون اب مش مجرد شخص بيحارب علشان ينجو، وكمان بتعترف له انها وحشها جوزها. وبعدها جيسون بيقول لروز انها لازم تبطل تعلق الرسومات على شباك السقف لانها كده بتعرض العيله كلها للكائنات. وبيبدا بينهم جدال، لكن فجاه الكل بيسكت لما بيشوفوا وحش واقف عند الباب. العيله كلها بتجري علشان تستخبى، وفجاه الميه بتبدا تدخل من الفراغ الموجود تحت الباب وبتتحرك ناحيه المقبض وبتحركه. ولاول مره من سنين الباب بيتفتح، الكائن بيدخل البيت وبيبدا يدور عليهم، وبينزل منه لعاب غريب ومقزز وقطراته بتلوث مصدر الميه فورا. اني بتقلق على النباتات وبتحاول تفصل نظام الرش، لكن اول ما بتتحرك الكائن بيسمعها فبتضطر تتخبى من جديد. الوحش بيقرب منها جدا لكنه مش بيشوفها وبيكمل طريقه، واطرافه بتبدا تخترق الارض في المكان اللي روس مستخبيه فيه. ولحسن الحظ الاطراف مش بتوصل ليها، وفي الوقت نفسه اللعاب بتاعه بيبدا يقتل الحديقه، وكمان شويه قطرات بتقع على وش روس. وفجأة صوت بيتسمع من بره وكائنات تانية بتظهر عند الشباك. الوحش الموجود جوه البيت بيسيب كل حاجة فورا وبيخرج علشان يلحقهم، ولما جراهام بيشوف الباب مفتوح بيجري بأقصى سرعته، لكن جيسون بيمسكه وبيوقفه لأن الكائنات لسه قريبة. وبعدها الباب بيتقفل تاني. روس بتلمس القطرات اللي وقعت على وشها، وساعتها بتكتشف انها مش لعاب، دي مجرد مية بحر. جيسون بيلاحظ ان المطر وقف فبيحاول يفتح الباب، لكن الباب بيكون اتقفل تاني بالحاجز. بعد كده روس بتقرا كتاب عن اساطير البحر وبتستنتج ان الكائنات دي مش كائنات فضائيه، دي كائنات جايه من المحيط والمكان ده هو عالمها. جيسون بيعدل عليها وبيقول لها ان المكان ده هو بيتها هي. بعدها الوالدين بيتاكدوا ان كل النباتات ماتت وان الميه اتلوثت. جيسون بيعتقد انهم يقدروا يبداوا من جديد، لكن اني عايزاه يواجه الحقيقه، فبيحصل بينهم جدال. وفي نفس الوقت الفخ بيمسك حيوان ابن عرس وبيدخله للبيت، ولما روس بتمسكه بيعض ايديها وبيهرب. والدها ووالدتها بيسمعوا صرخاتها من الالم وبيجروا عليها فورا وهم قلقانين من احتمال اصابتها بعدوى. جيسون وهو في قمه غضبه
بغضبه وبيمسك ابن عرشه وبيقتله. وبالليل روز بتكون حرارتها عاليه جدا ومش قادره تقوم من السرير. العيله بتديها اخر كميه من الميه النظيفه اللي عندهم، لكن روز محتاجه دواء. جيسون وهو في حاله يأس بيركب عربيته وبيبدا يخبط بيها في باب الجراج مره ورا التانيه، لكن الباب لسه مش بيفتح. وفي النهايه العربيه بتتحطم وجيسون بيخبط دماغه وبيبدا يحس بدوخه. العيله بتسمع الصوت وبتجري علشان تساعده يخرج. جيسون بالعافيه قادر يمشي وبيقع على الارض، لكن وهو واقع بيلاحظ شروخ في الارض. المشهد ده بيفوقه فجاه، بيمسك اداه وبيبدا يختبر عمق الشرخ، وبعدها بيجري في انحاء البيت علشان يختبر باقي الشروخ. ولما بيلاحظ انها بقت اعمق بيستنتج ان البيت نفسه بدا يتحرك، وده ممكن يكون هو طريقهم للخروج. في الحمام بيبدا يكسر بلاط الارضيه ولحد ما بيكتشف ماسوره بتوصل للنظام الصرف الصحي، والمفروض ان الماسوره دي هتوديهم لبيت ريتشاردسون. والبيت ده المفروض يكون لسه فيه دواء لان مستر ريتشاردسون كان طبيب اسنان. جيسون مش قادر يدخل جوه الماسوره، فروز بتتطوع انها تروح بدلا منه. بتاخد معاها كشاف وكاميرا علشان العيله تقدر توجهها وتتابعها، وبتبدا تعدي المجاري لحد ما بتوصل لحيطه. ولحسن الحظ الحيطه بتكون متكسره كفايه انها تقدر تزق الطوب وتعدي من خلاله. في اللحظه دي اشاره الكاميرا بتقطع عن العيله. جيسون بيتجنن وبيبدا يحاول يوسع الماسوره باي طريقه. جراهام بيجري ناحيه الشباك وبينادي ابوه لما بيشوف ان اني بامان جوه بيت الجيران. اني بتبدا تبص حواليها وبتلاقي نباتات كتير منتشره في كل مكان، وبتكتشف كمان جثه مستر ريتشاردسون وهي متحلله. وعلى الحيطه في بقع بتخلي شكل المكان كانه كان غرقان بالميه لسنين طويله. وفي نفس الوقت المطر بدا ينزل. روز بتلاقي الدواء وبتستعد انها ترجع، لكن فجاه بتكتشف ان الكائنات رجعت، وبعد شويه الكائنات بتبدا تدخل البيت. روز بتتحرك بحذر شديد وبتحاول توصل للقابو، لكن القابو نفسه بيكون بدا يغرق بالميه. وفجاه بتتفاجئ بوش مرعب قدامها، لكنها بتكتشف ان اللي شافته مش وحش، دي جثه مستر ريتشاردسون. صرخاتها بتلفت انتباه الكائن فبتضطر تسرع. روز بتبدا تعوم في ميه المجاري لحد ما بتوصل للماسوره، لكن للاسف واحد من الكائنات بيلحقها وفورا بتضرب النار عليه بالمسدس، لكن الرصاص مش بيأثر فيه باي شكل، والكائن بينزع السلاح من ايدها. في البيت العيله بتبدا تسحب السلك، وروز اخيرا بتقدر تهرب من خلال الماسوره، لكن الكائن بيبدا يتسلق وراها. جيسون بسرعه بيكسر الحيطه وبيخلي الانقاض تسد الماسوره في اللحظه الاخيره، وبعدها بيدي الدواء لروز وبدات حالتها تتحسن. جيسون بيقرر ان العيله لازم تتخبى في السقف، وهو هيحاول يلهي الكائنات لانه متوقع انهم هيرجعوا قريب، خصوصا انهم دلوقتي عرفوا ان العيله موجوده جوه البيت. لكن جراهام بيقول انه زهق من الاختباء لان دي مش اسمها عيشه، دي مجرد بقاء على قيد الحياه. والعيله بتوافق، فبيقرروا ان هم لازم يواجهوا الكائنات مع بعض كعيله واحده، وبيبداوا يشتغلوا مع بعض علشان يحضروا فخ ضخم على امل انه يساعدهم كمان على الهروب. وفجاه سحابه دائريه مضيئه بتظهر في السماء، وبدات الميه تغرق البيت من كل مكان ممكن، من المدخنه ومن الاحواض ومن التواليت ومن ماسوره الحمام. انفجار الميه من المدخنه بيزق جيسون لورا، وفي نفس الوقت جيسون بيزق روز بعيد عن الطريق لما موجه الميه بتنزل على السلم وبتسحب جراهام معاها. وكميه الميه الهائله دي بتسمح للكائن يدخل البيت، وكمان بتخليه يتحرك اسرع لانه دلوقتي قادر يعوم. جيسون بيستنى لحد ما الكائن بيقفز علشان يهاجمهم، فبيرمي عليه قنبله. القنبله بتولع فيه، لكن الكائن بينزل تاني في الميه علشان يطفي النار، وبعدين اطرافه بتبدا تمسك جيسون وبتسحبه لتحت. جيسون بيحاول يضربه بحربه لكنه ما بيعرفش يسيبه، والاطراف بتبدا تلف وتخبطه وبعدها بترميه في الميه. اني بتجري بسرعه علشان تنقذ جوزها وبتقدر توصل له، وبعدها العيله كلها بتتجمع تاني على السلم، لكن الميه بتعلى بسرعه جدا ولازم يطلعوا للسقف. لكن قبل ما جراهام يطلع بيقرر يرجع يجيب الحربه، ومع استمرار الميه في التسرب من شروخ البيت جراهام بينزل وبيغوص في الميه وبيقدر يلاقي الحربه في المطبخ، لكن بيسمع الكائن وهو بيقرب فبيستخبى وهو حابس نفسه وبيحاول ما يطلعش اي صوت. وفي نفس الوقت العيله بتعمل فتحه في السقف وبيسحبوا جراهام لفوق قبل ما الكائن يوصل له، لكن اطراف الكائن بتخترق المكان برضه. جيسون بيبدا يضربها بالمطرقه لحد ما بيقدروا كلهم يهربوا للسقف، لكن الميه بتغرق السقف هي كمان، فالعيله كلها بتحبس نفسها وبيمسكوا بعض علشان يفضلوا في مكانهم. ولما الكائن اخيرا بيلاقيهم بيسحبوا حبل متوصل بالحربه وبعدها بيضربوا الحربه. المره دي الحربه بتثبت فعلا في جسم الكائن، والطرف التاني من الحبل بيكون متوصل بالعربيه، والطلقه نفسها بتفعل العربيه بتبدا تسحب الكائن بعيد. والضغط الهائل اللي بيحصل بيخلي شروخ البيت تتوسع اكتر علشان تمتص الميه، وبالفعل الميه بتبدا تخرج من السقف، وفي نفس الوقت بتسحب العيله معاها لتحت. على طول بيحاولوا يفتحوا الباب الامامي لكن الباب لسه مش بيفتح. الكائن بيكون متعلق في ترابزين السلم. جيسون بيمسك سكينه وبيهدده انه هيقتله لو ما فتحش الباب، لكن روز بتوقفه وبتقول له ان هم عمرهم ما هيقدروا يخرجوا لو كان مات. جيسون بيقطع الحبل بدل ما يقتله وبيرمي السكينه، وساعتها الكائن بيفتح الباب. وبعد 5 سنين كامله العيله اخيرا بتخرج من البيت، لكن اول ما بيخرجوا بيلاقوا نفسهم محاصرين وسط الكائنات، والكائنات بتستعد للهجوم عليهم. لكن فجاه الكائن اللطيف اللي روز كانت شافته قبل كده
بيوقفهم، وبعدها العيلة كلها بتجري بعيد معاه، وفي الوقت نفسه البيت أخيرا بيغرق بالكامل في الأرض وما بيفضلش منه غير حفرة ضخمة جدا. وبعدها الشمس أخيرا بتطلع، المرة دي بشكل نهائي. العيلة بتطلع على شاحنة وبتقف تتفرج على الكائنات وهي بتعوم راجعة ناحية المحيط، وبيكتشفوا إن قارب الجيران لسه بحالة كويسة، فالعيلة بتقرر تسيب لهم المكان وتمشي هي كمان. لكن المفاجأة الأكبر لسه مستنياهم. فجأة ناجي تاني بيتواصل معاهم عن طريق الراديو، وبكده بيكتشفوا ان هم مش اخر ناس لسه عايشين. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد، واكتب لنا في التعليقات لو كنت مكان جيسون وعيلته كنت هتقدر تعيش 5 سنين محبوس في البيت بالشكل ده. شكرا جدا على المشاهدة، ونشوفكم في ملخص فيلم جديد. سلام.